مرحبا زبنائي، كيكة شامو الفرنسية. اليوم جبت لكم ألذ وأسهل كيكة باردة ممكن تحضروها بدون فرن. الطعم ديالها كيجي رائع، كريمي وكتذوب في الفم وبأبسط المكونات كذلك. والكثرة السهولة ديالها أنا متأكد غير غادي تشوفوا هذا الفيديو غادي تنوضوا توجدوها. صراحة ما تفوتوش الفرصة ونوضوا وجدوها. شوفوا المذاق، يا سلام. أنا تذوقت صراحة قبل، دائما كنذوق الحاجة عاد كنشرها. لاحظوا معايا وندوزو ان شاء الله للمقادير والمكونات. غنحتاجو الطبقه الاولى البسكويت اللي متوفر عندكم، بسكويت ديال الشاي اي نوع من 250 حتى 300 غرام، و120 غرام حتى 150 غرام ديال الزبده الحيوانيه. والقالب فين غنخدمو بالنسبه لنا الكيكس اخواني اخواتي او البسكويت، غادي ندوزو اما في الهاشوار او كتعملوا في شي بلاستيك غذائي وتضربوا عليه بالمطلق او اي حاجه صلبه حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. الزبده ديالنا الحيوانيه كنعملوها فوق النار وكندوبوها طبعا في هذه الاثناء كيف ما كتلاحظوا معنا اخواني اخواتي. غادي نخليو جانبا وغادي ندوزو نوجدوا القالب ديالنا. القالب ديالنا من الاحسن كنجبروا يعني بابي كويسون كاغيط ديال الطياب، وكنعملو في الاسفل ديالو باش كيسهل عليكم الديمولاج ديال الكيك ديالكم. راه كيكه سهله ورائعه وفي المتناول. انا متاكد اخواني اخواتي تعجبكم بزاف وغتبقاو. هذا يعني كيجمع ما بين الفلان والكيكه، يعني كنسميوها كيكه بارده. هذه كيكه فرنسيه. لاحظوا القالب وجدناه كنعملوه جانبا. بعد نضع الزبده على البسكويت المطحون بهذا الشكل، ثم نقوم بترميله جيدا. يعني غنشبرو اما الملعقه او الايادي، يعني لكم الاختيار دائما. انا صراحه كيعجبني نخدم بيدي وراه كتعرفوني. هذا القوام اللي كنحصلوا عليه غادي نوضعوه في القالب ديالنا. بالنسبه للقالب ممكن تعملوا قالب كيف ما عملت انا، ممكن تعملوه دائري، ممكن تعملوه مربع، المتوفر عندكم. انا عملت الطبقه الاولى وغنضغط عليهم، بعد غنزيد الطبقه الثانيه. بغيتوا الاخوان الاخوات تكون عندكم طبقه مرتفعه عملوا بزاف، بغيتوا طبقه منخفضه عملوا اقل. لاحظوا معي كنضغطوا عليها جيدا اما بالملعقه او بالموس او اي شيء متوفر عندكم. لاحظوا خصنا نساوي السطح ديالها جيدا وفي نفس الوقت كنضغطوا عليه. اما جيبوا شي قاع ديال شي كاس يكون اللي عنده قاع مستوي وضغطوا عليها. انا غير بالملعقه يعني كانت كافيه ان تعدلوا المرحله. هذه المرحله ضروريه الاخوات والاخوان باش ما كيتفكش معكم الكيك. يعني فاش كنجيو نقطعوه كيبقى مشابر في راسو. هنا غادي نوجدوا واحد لتر من الحليب، يعني 4 كوبايات، وعلى معها قليل من اللوز كيف ما كتلاحظوا، حبات من البسكويت اللي عملناه في الاسفل. اللي بغى يزيد معاه شويه ديال الكريم فريش ممكن، انا استغنيت عليه في هاد الكيكه هادي. نضيف فلان كراميل، ونضيف كذلك فلان شينوا، جوج ديال الساشيات. فلان شينوا اخوات كيعطيه مذاق رائع جدا صدقوني. اخوان اخوات اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، اللي باقي ما فعلش الجرس يفعل الجرس. في هذه المرحله غادي نشبروا الاخوان الهاشوار ديالنا وغادي نحاولوا نطحنوه بهذه الطريقه هذه غتسهل عليكم بزاف الخدمه. بغيتو تعملوا في كوبايه العصير وتطحنوه حتى هو كذلك نفس النتيجه غيعطيكم. المهم ضروري خصو يتطحن الخليط باش ديك اللوز وديك البسكويت ما يبقاش باين. بعد غادي نردوه على النار، نضعه على النار مع التحريك حتى الغليان. بعد الغليان كنحصلوا على هذا القوام هذا اللي غادي تشوفوا معنا حالا. ها هو وجد. انا بدلت له الصحن باش يسهل علينا نسكبوه فوق الطبقه ديال البسكويت. بعد ما كنعملوا خوتي هاد الحركه راه كنخليوه يعني خارج الثلاجه لمده ساعه. بعد ذلك ندخلوا الى الثلاجه ساعه الى ساعتين، ثم نقوم بتزويقه على حسب الشكل والمذاق وما تشتهوني إخواني أخواتي. لاحظوا معي نعمل الطبقة أولى ومن بعد كبيت كل شيء صراحة باش ما خليت حاجة، لأن هاد العبار ديالو كيجي 1 لتر. يعني القالب هذا كيهز لتر ديال. إلا كان نتوما عندكم قالب صغير ممكن تنقصوا الحليب، إلا كان قالب كبير
بعد ما دازت اخوتي 3 ساعات ما بين ساعه خارج الثلاجه وساعتين داخل الثلاجه، حضرت هنا واحد كيويه، شويه ديال الكرز لان هذه الساعه ديالو، وشويه ديال التوت الاحمر. لاحظوا راه ساهل، مالو ديك الكاغيط اللي قلت لكم بابي كويسون اللي كنعدلوه في الاسفل هو اللي كيخليو يدي مولا مزيان. هنا غنشبرو يعني هاد كيف ما كنقول لكم دائما التزيين اختياري وكل واحد كيعطينا ما في جعبته. هنا انا خديت الكاكاو المور وغادي نزوق النصف ديال الكيكه، ما نزوقاش كلها طبعا باش نخليو واحد جانب بدون زواق. لاحظوا قليل من الكاكاو المر، ثم نقوم بالضرب على الشبكه ديالنا شويه بشويه 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 حتى كتنزل. يعني طريقه راه سهله الاخوات في التزواق، ماشي شي حاجه صعيبه. يعني الحاجه خصكم غير تعطيوها شويه الوقت وراه غادي تخرج لكم رائعه جدا. هذا الشكل النهائي. بعد غادي نوضعوها في صحن التقديم. الى وصلتوا حتى لهنا الاخوان راكم من المعجبين وراكم من المتابعين الاوفياء. ما تنساوش الاشتراك في القناه وبارطاجيو لنا الفيديو مع الاحباب والاهل ديالكم كي تعم الفائده اكثر. هنا عملت الفرومبواز، وفي الصحن غنعمل شويه كيوي، شويه ديال هذيك شي اختياري الاخوان الاخوات على حسب شنو المتوفر عندكم، على حسب اي حاجه كتشتهيوها. يعني ما كنحقروش كما كيقولوا في الزواق. يعني حنا المجال ديالنا مجال الابتكار، كل واحد يقدر يعمل اللي متوفر واللي كيشتهي. حبات من الكرز كيف ما كنقول لكم التزيين دائما اختياري. هنا غنضيفوا حبه من الكيوي. صراحه اخوان هاد الكيكه كتجي خفيفه وبزاف يعني طريه، وكتجي يعني فريش للمعده في هاد الحراره. يعني صدقوني غير جربوها وما غتنجموش الاخوان ديالي والاخوات ديالي. صراحه تلاحظوا معي يعني منظر رائع. بالنسبه للاخوات اللي كيكون عندهم العرضه ممكن تعملوها دائريه وتدوروها بالفواكه الموسميه المتوفره، وان شاء الله غادي تكون واحد النتيجه رائعه. اخوان ديالي الاخوات ديالي ما تنسوناش من الدعم ديالكم، لان حنا كنعطيو اكثر بالدعم ديالكم. مع تحيات حلويات عروس الشمال والشيف هشام معكم دائما.